هلو معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده جايه اتكلم معاكم عن الاحساس اللي بيصيبك بالتوتر والخنقه اللي ملهوش مبرر، انك بتصحى من النوم تحس انه مش عارف اتنفس. ده بيحصل ليه؟ قبل ما بتنام بتمسك التليفون تفضل تسكرول تسكرول تسكرول، تشوف ده حقق اهدافه ازاي، ده عاش ازاي، ده اتبسط ازاي، ده سافر فين، ده الكونتنت بتاعه وصل لايه، ده البيزنس بتاعه حقق قد ايه. بس تيجي عندك انت مفيش اي حاجه اتعملت، انت قاعد بتشحنهم من اللي هم عايزين يوصلوا له اكتر. تصحى الصبح مش عارف انت مالك، بيسيطر عليك فكره انا متاخر، انا ما عملتش اي حاجه، انا كان المفروض في حاجه تتعمل وما عملتهاش. فده اللي بيسيطر على دماغك، بيعمل لك ستريس رهيب، وبتلاقي خنقه في منطقه الصدر كده مش عارف ايه سببها. خليني اقول لك حاجه، انه صدقني والله من مكان انا عشته وجربته كويس قوي. عشت موظفه، وفي عشت فريلانس، وعندي فاينانشال فريدم. فما ينفعش اقول لك انك في بدايه حياتك لازم يبقى عندك فاينانشال فريدم. مش هتحقق الفاينانشال فريدم غير لما تجرب تبقى موظف، وتجرب تنزل السوق، وتجرب تبقى في التيم، وتجرب تبقى في الشيفت من 8 ل 5، من 8 ل 6. مش هتعرف تنقل من دي لدي. طب انا دلوقتي هدير موظف وعندي من 8 ل 5 كل يوم، بس بيلح عليا جدا ان انا يبقى عندي فاينانشال فريدم. ابدا افتح لك باب ازاي ممكن تكبر حاجه مع ده، ما تفصلش مره واحده وحس انك كبرتها شويه، خلاص هنبدا نفصل بقى منها. الحاجه اللي انت بتبنيها من جواك هي فيها اسماء ربنا، فيها اسم الله العظيم، اسم الله القوي، اسم الله الغني. كل الاسماء بتاعت ربنا اللي ترددها عالي، وكلها ترددها عالي، بتبدا تساعدك ان الحاجه دي تكبر وتتوسع. فانت كبني ادم انت من حقك انك تعمل خلق وابداع، وكل الاسماء التانية هتتفاعل في الحاجه اللي انت بتعملها دي. طول ما انت في مايند سيت الموظف بتتعلم حاجات بالجسد بس مش بالروح، بتتعلم حاجات بانه جسمك ونفسيتك تجمد، حاجات بيزكس. فبعد ما اتعلمت الحاجات البيزكس دي، لو ما اتعلمتش ازاي توسع من طاقتك وتفتح على ناس كتير باللي انت بتأثر بيه، هتفضل في حتة فقر. صدقني مهما كنت بتقبض كام هتفضل في حتة فقر. طب احنا دلوقتي في عصر بشر فيه عدد كبير قوي، فمحتاج جدا انه كل بشري عنده استنارة انه يكون بيقدم خدمة تفيد عدد اكبر. عشان كده ربنا جعل السوشيال ميديا، في ناس بتقول انها نقمة، ولكن هي نعمة، لانه ربنا عايزنا ننتشر وعايز عددنا كله يرتقي. انت هدفك في الحياة ان انت ترفع الامة اللي انت فيها، ترفع المكان اللي انت فيه، ترفع طاقة الحاجة اللي انت فيها، ومش بمسؤولية ضارة، لا بمسؤولية مع ربنا. ان انا مثلا لو اللي قدامي دول ما طلعوش معايا خلاص بمشي واسيبهم. اقرا عن الانبياء كم مره نبي مشي وساب قوم ما طلعوش، صح كده؟ فانا على فكره احنا بنعيد القصص الانبياء دي مش هباء. انت لما مع اهلك انت دلوقتي لو ما طلعوش خلاص ابدا انت وسع في حته تانية، ما تستناهمش يتغيروا. اصحابك، اصدقائك، كل الحاجات دي. بهدير عايزين تبس ازاي يبقى عندي رؤيه. رقم 1، حب نفسك لدرجه التقديس. حب نفسك لدرجة التقديس وردد اسم الله القدوس. رقم 2، اعرف ان انت جاي هنا عشان تكريت meaningful mission. يعني ايه meaningful mission؟ يعني مهمة ليها معنى. انا لو دماغي مش حاطط فيها ان انا عندي مهمة ليها معنى، وانا واثق، عشان كده قلت لك قول اسم الله القدوس، انا واثق من تقديسي ان انا روح مقدسة هتعمل فرق. لو انا مش واثق في ان انا هعمل فرق، مش هشوف ان انا عندي مينينجفول ميشن، هشوف ان الميشن بتاعتي هي زيها زي اي حد. اما اجي اخش اي مجال، طب ما في منه كتير. اما اجي اكرييت اي حاجه او اعمل اي حاجه جديده، طب ما هي شكلها مش احلى حاجه زي ما بينزلوا مثلا. ده اللي هيسيطر عليا. تالت حاجه ان انا ابدا اعمل احسان. ربنا اتكلم عن المحسنين قد ايه. الاحسان اللي هو انه انا يا رب عايز اطلع وعايز اعمل تأثير، مش عشان خاطر انا ابقى قد المنافسة ولا عشان خاطر اخد الصورة دي، لا، انا عشان عايز ابقى من المحسنين. المحسنين هم الناس اللي عايشين على الارض عارفين ان هم بينشروا الانسانية. فلما تتعامل مع حد باحسان، ايه اللي هيحصل؟ لما تتعامل مع انسان طيب، شوف قد ايه بيشحنك.
انا بتعامل مع حد كويس، او سواق تاكسي كويس، او جار كويس، او حد بتشتري منه حاجه لقيته بيضحك في وشك وعايز يعمل لك احلى خدمه، بتحس بايه؟ بتحس انه في انسانيات حلوه بتتبادل. فبتحس انه يا رب ايه ده احنا يعني عبادك، احنا بنحمد ربنا على انه في بشر كده هتتبسط بالحياه الدنيا، وهتتبسط بانه مش يعني هتحس انه خلق ربنا قد ايه حاجه حلوه. لما الواحد بيشوف انسان زيه حلو وجميل ومن جوه نضيف، بيحس انه الحياه بيتر بليس، يعني مكان احسن اعيش فيه. لكن تخيل لما نقابل حد حرامي، حد مستغل، حد خسيس، ايه اللي بيحصل؟ بتحس احساس وحش، بتحس انه المكان، الارض فيها فساد، صح كده؟ فلما انا ما ببقاش من المحسنين، انا بعلي ان حته الفساد، فالكارما بتاعتي بتبقى وحشه قوي. فعلي اسم الله القدوس، ركز على ان انت عندك meaningful mission، ركز على ان انت تبقى من المحسنين. الثلاث حاجات دول هيفعلوا عندك الرؤيه الواضحه. واحنا في كورس Releasing Others، ان شاء الله رحلتنا هتبدا يوم الجمعه الجايه يوم 26 سبتمبر 2025، والراوند اللي بعدها هتكون 15 ديسمبر 2025. ولو انت جاهز تقدر تعمل مكالمه مجانيه من خلال الويب سايت، او تبعت لهم في الكاستمر سيرفيس، هيخشوا معاك انترفيو مجاني عشان يعرفوا انت محتاج تروح فين من خلال الكورس ده. الكورس ده هيعمل لك نقله في حياتك، في حته رؤيتك لنفسك. هتلاقي نفسك كل الفلوس بتتجلى ليك، كل الامكانيات اللي انت عايزها هتاخدها، عشان طول ما انت مركز انت هتروح فين باحسانك، طول ما انت كل حاجه هتبقى في تمكينك تحت رجلك حرفيا، هتبقى كل القوانين معاك. فانا مبسوطه ان انا كنت معاك النهارده، يا رب الفيديو يكون فادك. سيب لي في الكومنتات لو انت عندك اي سؤال على اللي انا قلته. اشوفك في فيديو تاني ان شاء الله. باي باي.